و711 AM الموجة المتوسطة اللي كل شبابنا ومستمعينا بيسمعونا في كل محافظات الجمهورية. احنا معاكم دايما يوم الجمعة، ومعانا فقرات ومعانا لقاءات ومعانا حوارات، ما تنسوش انتوا بكرة فترتنا المفتوحة ان شاء الله الساعة 12:30. لكن تعالوا نقول أصدقائي إن إحنا دايما بنحاول نقدم كل جديد، كل مفيد، كل حاجة خاصة بأصدقائنا الأطفال، لأنه زي ما أنتم عارفين في حملة قومية للقضاء على الطفيليات المعوية. يعني إيه طفيليات معوية؟ إزاي من خلال أكلنا وشربنا نتجنب إن إحنا نصاب بيها؟ إزاي نقي أنفسنا إحنا كأب وأم وأطفالنا من الطفيليات المعدية؟ طيب علشان يكون كلامنا أكثر تخصصا، تعالوا نتكلم عن الطفيلات المعوية وحملة القضاء عليها مع الأستاذ دكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بيك. يا صباح الخيرات. يعني عايزين نقول احنا مع حضرتك دايما بنقدم روشتات سريعة للأسرة بسيطة ومفيدة، فاحنا دلوقتي في إطار حملة قومية في مصر للقضاء على الطفيليات المعوية عند طلبة المدارس. هو الحمد لله بدأت اليوم 17 اعتماد لحد 22 بهدف القضاء على الديدان المعوية. الحملة تستهدف 12.5 مليون طفل في المراحل الابتدائية سواء خاص أو حكومي أو أزهر، هتكلف حوالي 12 مليون جنيه. نشكر الصحة والدولة بتعتمد على تناول الطفل واحد بس من عقار خاص بهذه الديدان بلا اثار جانبيه، سهل البلع، امن وفعال وقابل للمضغ وسهل جدا. انا لاحظت ان في مكالمات كثيره جاتني كانوا مش عايزين ياخدوه او بيسالوا اهميته او خايفين ان هم ياخدوه. لا، خدوه بلا اي مشاكل خالص، لان طبعا لازم نعرف ان ده هيقضي على الديدان المعويه الموجوده في نسبه كبيره من اطفالنا. والمشكله ان الناس مش عارفه يعني ايه ديدان دبوسيه او اسكارس. الديدان الدبوسيه شائعه جدا بحوالي مليار من البشر في العالم، ومشكلتها انها ممكن تاثر على المشاكل الخاصه بالتعليم. يبقى دي جديده جدا انها ممكن تاثر على التركيز، ممكن تاثر على الذاكره. صحيح اغلبها ما بيبقاش فيه اعراض، ولكن لما تكثر اعدادها ممكن تاثر على اداء الطفل الدراسي وتخليه عنده عصبيه وما يتحكمش في البول خاصه في الليل، وتعمل لي مشاكل كثيره جدا في القناه الهضميه، اضافه للحكه اللي بتيجي في منطقه الشرج وما حولها. في البنات ممكن المنطقه الاماميه، الحته دي ممكن لو الاظافر طويله ممكن تدخل لي ميكروبات، تعمل لي التهابات، ممكن تعمل لي مشاكل كثيره جدا في المناطق دي كلها. وممكن تخليه ما ينامش الليل، وممكن بالنهار يبقى عنده عدم التركيز وعنده نعاس، ودي تاثر عليه وتخليه عصبي حتى في المدرسه او عصبي في البيت، وتبقى في مشاكل عدوانيه من بس هذه الديدان البسيطه بيسموها ديدان الدبوسي. المشكله كمان ان في عوامل بتؤدي الى انتشار هذه الديدان، انها بتطلع حوالي 16,000 بويضه. يعني معنى كده وجود طفل واحد في البيت، معنى كده كل الموجودين في البيت بيبقى عندهم حتى لو ما كانش في اعراض خاصه الناس الكبار. الحاجه الثانيه انها بتنتشر عن طريق حتى الغبار، يعني ممكن تعلق في الهواء وممكن تنقل عن طريق صحيح اللمس الاصابع، وده هيدخل في الفم، ولكن برضه ممكن عن طريق حتى الانف تدخل لي ونستنشقها وتدخل في الفم وهكذا وتصل للجهاز الهضمي. طب الوقايه بقى يا دكتور؟ الوقايه سهله جدا ان احنا نعلم الناس كلها انها قص الاظافر يبقى قصيره، ونغسل ايدينا كويس جدا بالماء والصابون، ارتداء جوانتي بالليل الناس المصابين عشان ما يعباش فيه حكه، ان هو نغسل سراير المفارش والمخدات وكاس المخدات والحاجات دي كلها، تغسل الماء الحار الماء السخن جيدا حوالي اسبوعين وتنشر في الشمس وتكوى ايضا بالمكوى، ونغطي الاطراف عشان ما تلوثش البيت غبار، والملابس الداخليه تتغير كل يوم، وحتى لعب الاطفال ممكن نحطها في الفريزر كل يوم بالليل عشان ما تنقلش احيانا لعب الفاروسين اللي هتجيلي الديدان. في مشكله ثانيه برضه الاسكارس برضه موجوده في العالم كله ومش هنقدر ننكرها. الاسكارس مشكلتها برضه انها ممكن تعمل لي في بعض الحالات انسداد في الامعاء، وتعمل لي مشاكل حتى في الكبد او في الحوصله المراريه، وممكن احيانا بتصل في مرحله ما باليرقات الى الرئتين وتقع في الحويصلات الهوائيه، تعمل لي مشاكل زي التهاب الرئوي او مرضى الربو والحساسيات والازمات، تعمل لي سعال مستمر، ضيق التنفس، صفير في 50% من الحالات، احيانا ارتكاريا حساسيه في الجلد 15% من الحالات، ارتفاع في درجه الحراره، احيانا برضه بيبقى ده برضه مشاكل
في الكبد بسيطه الحمد لله بتنخفض بسرعه الحاجات دي بنظام 6 ل 10 ايام، ولكن برضه وجود الاسكارس بشكل عام لو كترت ممكن تعمل لي مشاكل في امتصاص الطعام، تاثر لي على الخملات، تاثر لي على امتصاص المغذيات، تجيني سوء تغذيه، ويطلع لي ان الطفل قصير القامه وبقى عنده بطء في النمو وتاخير في الدراسه ومشاكل كثيره جدا نتيجه نقص هذه المغذيات. الوقايه ايضا، الوقايه برضه نفس الشيء، نحن نحترس من اللي بيلعبوا في الطين وبيلعبوا في الاتربه، لازم يغسلوا ايديهم قوي كويس جدا. الصرف الصحي والصرف الزراعي لازم نتخلص منه بطريقه صحيه، لازم نغسل الفاكهه والخضروات جيدا بالماء، وممكن نقعد خل واحنا خايفين برضه. لازم نحن نوعي الناس باهميه الانتظام في هذه الحمله المجانيه اللي بتقدمها الدوله من اجل رفاهيه الاجيال القادمه. طيب دكتور مجدي بدران، يعني الحملة القومية دي بتهدف إلى الوصول لطلبة المدارس، بنحاول إن احنا نوعيهم، بنحاول إن احنا نقول لهم أهمية إن هم ياخدوا تطعيم، كل الحاجات دي مهمة جدا. الحملة دي وصل كل طلبة المدارس في كل محافظات الجمهورية؟ أكيد إن شاء الله، وهتستمر طبعا فترة طويلة أهو من لحد يوم 22، فده كويس جدا هتغطي قطاع كبير من الدولة. والمشكلة كمان إن احنا لازم في المدارس ولازم في الاسر انها تلح عليهم في الانتظام في هذه الحمله، وبتوفر لنا كتير جدا. وكمان ان احنا نشجع الطلبه ان هو ما ياخدش القرص ويتفوا مثلا او يتفلوا، لا ده لازم ياخدها، لان احنا عايزين ان شاء الله جهودنا مع بعض المجتمع المدني والاعلام نشكركم ان احنا نوصل للعدد اللي حدده وزاره الصحه 12.5 مليون تلميذ، وده كويس جدا. احنا كنا زمان مثلا من 30 40 سنه كنا بنتكلم على البلهارسيا، وبعد كده اتكلمنا على التهاب الكبدي او الفيروس سي، دلوقتي بنتكلم بحاجات متقدمه جدا ما كناش نحلم بيها، ان احنا عايزين طفوله بلا طفيليات. طيب هو يا دكتور الطفل بياخد ايه؟ قرص واحد؟ قرص واحد مره واحده، ومن سن كام لكام يعني لازم ياخدوا ده، لان هم المعرضين للاصابه اكتر؟ هو حيث ان اغلب الاطفال في العالم خاصة في العالم الثالث هم دول الفئات المستهدفة، فالتركيز على الحملة دي هيبقى في طلاب المراحل الابتدائية، ده كويس جدا، لأن دول بيحطوا ايديهم وهم كتير، دول اللي احيانا ممكن ياكل في المدرسة أو ياكل في الريف من غير ما يغسل ايده، دول اللي ما حدش احيانا بيبص على ضوافرهم، تبقى ضوافر طويلة، ممكن ياكل أغذية ملوثة من الباعة الجائلين، ودول بيبقوا أكثر تعرضا. طيب بقى ان هو انت ممكن تزودي الاداء الدراسي والدرجات بتاعتهم هتزيد عن طريق هذه الحمله. طيب دكتور مجدي بدران، يعني الحقيقه عايزين نقول ان احنا كده اي طفل في مدرسه ابتدائي لازم الاسره تقول له انه لما يجي يدوك القرص ده وهو مره واحده بناخده على طول، لانه ده مهم ليك. بالاضافه اللي احنا زي ما قلنا الاسره بقى تهتم بالنظافه، نظافه الاولاد، تهتم بنظافه الفرش والملايات ولعب الاطفال، تهتم كمان بغسل جيد جدا لكل الخضروات والاطعمه والفواكه اللي ممكن ناكلها من غير ما يتم تعريضها للنار. ده يحمينا الحقيقة ويقضي على الديدان المعوية وكل السلامة لكل طلبة مدارسنا. أستاذ دكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.